عاشوا في خير مصر وعملوا فلوس وشهرة على أرضها، والنتيجة كانت الخيانة والغدر. كلامنا عن الفنانين اليهود، واللي واحدة منهم تعاونت مع الموساد الإسرائيلي والتانية اشتركت في اغتيال شخصية مصرية مهمة. بصراحة مفيش أغرب من حكايات الفنانين اليهود في مصر. أول فنانة معانا خانت مصر هي رائية إبراهيم، واسمها الحقيقي راشال، ودي كانت واحدة من أشهر نجمات الأربعينات في مصر. ورغم إن السينما المصرية منحتها الشهرة والمال، بس كان المقابل الخيانة. رائية مش بس رفضت المشاركة في أي فيلم بيبرز دور الجيش المصري، لا دي خانت مصر وصديقتها العالمة سميرة موسى، وشاركت في عملية اغتيالها وساعدت إسرائيل على قتلها. وعلى فكرة الكلام ده أكدته حفيدتها اليهودية، وقالت إن جدتها نقلت كل المعلومات الممكنة للكيان الصهيوني عشان تساعده في تدمير سميرة موسى. وطبعا رائية أو راشيل سابت مصر سنة 1954 وهاجرت لأمريكا، وكانت طول الوقت بتدعم إسرائيل بكل الأشكال الممكنة. تاني فنانة معانا قصتها أغرب من الخيال ومليانة غموض، هي كاميليا، واسمها الحقيقي ليليان، وكانت واحدة من أشهر الفنانات في نهاية الأربعينات. مش بس كده، دي كانت مقربة جدا جدا من الملك فاروق. بس الصدمة كانت في سنة 1950 لما تم الإعلان عن سقوط أول طيارة مصرية، وكانت كاميليا واحدة من ركابها. واتقال إن الحادث ده مدبر بعد اكتشاف إنها استغلت علاقتها بالملك عشان تنقل أخبار حربية للموساد الإسرائيلي، لكن لحد دلوقتي محدش عارف الحقيقة فين. بس خلينا نقول إن في فنانين يهود حبوا مصر وكان ولائهم الأول والأخير ليها، زي نجمة إبراهيم، والمشهورة بأدوار الشر، خصوصا دورها بفيلم رايا وسكينة. نجمة إبراهيم شاركت بكل إمكانياتها في تسليح الجيش المصري، وكمان كانت مؤيدة للثورة وليها مواقف كتير وطنية، وده خلى السادات يكرمها أكتر من مرة. كمان عبد الناصر لما عرف بمرضها واللي أثر على نظرها طلع قرار على طول بعلاجها على نفقة الدولة. وطبعا من أشهر الفنانين اليهود في مصر ليلى مراد، ورغم انها اشهرت اسلامها ببداية مشوارها الفني، لكن خرجت اشاعات كتير جدا بتأكد انها كانت بتقدم تبرعات لاسرائيل. وطبعا ليلى كان لازم ترد، وفعلا نفت كل الكلام ده واعلنت ان كل تبرعاتها للجيش المصري. من اشهر الفنانين اليهود في مصر الرقاصة كيتي، واللي شاركت اسماعيل ياسين في بطولة افلام كتير، بس هي اختفت فجأة وبدون أي مقدمات، واتقال إنها كانت جاسوسة لصالح الموساد الإسرائيلي، بس لحد دلوقتي محدش عارف الحقيقة فين، خصوصا إنها سابت مصر فجأة ومحدش عارف يوصل لها. في النهاية بقى شاركونا بآرائكم وقولولنا تعرفوا مين فنانين يهود تاني كانوا عايشين في مصر.